السلام عليكم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ انا احترت بصراحه في اتحاد الكره المصري، احترت. وما اعرفش الناس دي بتفكر ازاي، وما اعرفش الناس دي ما بتبصش على الورق اللي تحت ايديها، ما بتبصش، ما بتعملش سيرش. على فكره، هيرفي رينارد اللي الوسط المصري والاعلام المصري واتحاد الكوره يمكن بيفكر فيه، ويقول لك مدرب اجنبي. على فكره هو ما قالش مدرب اجنبي الا وهو عينه على هيرفي رينارد، عينه على هيرفي رينارد. والاعلام كله عمال بيتكلم على هيرفي رينارد، وانه لو كده يبقى خلاص اوكي نوافق بقى ان هو مدرب اجنبي. ده واو يا جماعه الخير. هيرفي رينارد الماضي القديم بتاعه كان مشرف لحد سنه 2015. من سنه 2015 لحد يومنا هذا في 2024 ماضيه غير مشرف خالص، لا حاضر ولا ماضي قريب. الماضي البعيد بس هو اللي احنا بنبص عليه، وكاننا بنبص على التاريخ. الراجل هيجي يلعب معانا بالتاريخ. انت عارف الراجل ما عملش غير انجازين بس وحيدين في حياته، هم بطولة افريقيا اللي حققها مع زامبيا سنة 2012، والبطولة اللي حققها مع كوت ديفوار سنة 2015. وما بين البطولتين، ما بين 2012 بعديها 2013 على طول صعد مع زامبيا لنهائيات كاس الامم اللي كانت 2013 في الجابون. طلع، تخيل، ما عداش دور المجموعات، فشل وطلع ومشي وساب زامبيا. وبعد كده راح درب في 2000 وبين 2013 و2014 نادي اسمه سوشو الفرنسي. تخيلوا، هبط بالفريق للدرجه الثانيه، هبط بالفريق للدرجه الثانيه. وبعدين قدم استقالته وتوكل على الله وهرب. راح بعد كده درب كوت ديفوار في 2015، عمل معاهم انجاز، صعد بيهم واخد البطوله في 2015. بعدها عمل ايه؟ راح درب نادي الليل الفرنسي. اكلوه، اكلوه يا جماعه. بعد 13 مباراه كان جايب فيهم 13 نقطه، اداؤه متذبذب، اكلوه. بعد كده تعاقدت معاه الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. طيب من 2016 ل 2019 هتقولي انجاز واحد عمله هيرفي رينارد مع المغرب؟ هتقول لي اداء ومش اداء؟ هات لي انجاز واحد، انجاز واحد. عمل معاهم ايه؟ لعب معاهم بطوله 2017 اللي في الجابون. كل الانجاز الوحيد اللي عمله ان هو صعد من دور المجموعات وطلع من المنتخب المصري في الادوار الاقصائيه. تمام كده، وودع البطوله. بعديها 2018 راح معاهم كاس العالم. هو بيقول لك انه اكبر انجاز ليه مع المغرب ان هو صعدهم كاس عالم. يا جماعه انا ما بعتبرش الصعود لكاس العالم انجاز، انا بعتبرش الصعود لكاس العالم انجاز. انتوا كل الدول العربيه وبالذات عندنا في مصر يقول لك يعني انجاز تاريخي، انجاز تاريخي وصلنا كاس العالم. يا جماعه ده مش انجاز، الله يرضى عليكم والله العظيم. انتوا اللي بتوصلوا المدربين دول يتعاملوا معانا بالطريقه دي ويعملونا احنا بالنسبه لهم سبوبه. احنا بالنسبه للمدربين دي سبوبه. الفرنسيين والايطاليين وما اعرفش ايه والبرتغاليين اللي هم بتوع اوروبا دول احنا بالنسبه لهم سبوبه، والارجنتينيين بقى وعد بقى براحتك يعني. فكل اللي عمل ان هو صعد معاهم كاس العالم، بس مباراتين لعبهم مع كوت ديفوار تقريبا، صعد. المهم صعد لكاس العالم. عمل ايه؟ اهدى ايران اول فوز ليها من سنه كاس عالم 98. ما كانتش فازت ولا مباراه. كان اول فوز ليها على منتخب المغرب، متخيلين؟ وكان اول فوز لايران على فريق عربي وافريقي في كاس العالم. خسروا من ايران، والمباراه اللي بعدها خسروا من البرتغال، واللي بعدها تعادلوا مع اسبانيا. يبقى طلع من البطوله بنقطه واحده. فين الانجاز؟ فين الانجاز اللي عمله مع المغرب؟ طيب بعدها طلع كمل مع المغرب، راحوا بطوله 2019 في مصر. عمل ايه؟ الانجاز الوحيد اللي عمله انه صعد من دور المجموعات وطلع من دور ال 16 من بنين. انتوا متخيلين؟ طب تمام. قدم الراجل استقالته بعد ما طلع من بطولة 2019 اللي كانت في مصر قدام منتخب بنين. قدم استقالته، اتعاقد معاه السعودية اتعاقدت معاه من 2019 لحد سنة 2023، السنة اللي فاتت دي. ايه اللي حصل مع السعودية؟ ولا اي انجاز يذكر. صعد معاهم كاس عالم، يقول لك برضو انجاز. انجاز صعد بينا كاس عالم؟ يا جماعة مش انجاز، مش انجاز. اخد بطولة اسيا؟ عمل ايه؟ اخد بطولات؟ مفيش اي بطولات خالص. وحتى لما طلع في كاس العالم ما عرفش يلعب كاس العالم، وهو كان قدامه فرصه تاريخيه ان هو كسب الارجنتين في اول مباراه وكان معنوياته عاليه. المفروض ان هو بقى ايه؟ يسيطر على اللعيبه بقى ويدخل ويكمل. ده كان باقي له ايه؟ ده بولندا والمكسيك اضعف من الارجنتين بكتير. خسر من بولندا وخسر من المكسيك، وطلع من كاس العالم ب3 نقط اللي هم الفوز على الارجنتين. هل ده انجاز؟ مفيش اي انجاز يذكر للراجل. بعد كده سابهم وطلع
بعد ما جددوا عقده لمده 5 سنوات سابهم والعقد شغال، سابهم وراح منتخب فرنسا للسيدات. فالراجل متذبذب جدا مستواه، جدا جدا جدا، ما عندوش اي انجازات من سنه 2015. هو لسه عايش على التاريخ من سنه 2015 و2012 لما اخذ البطولتين مع زامبيا ومع كوت ديفوار. بعد كده ملوش اي تاريخ خالص يذكر. فيا جماعه الخير فكروا شويه، بلاش نجري ورا الكلام وورا يعني ايه الشهره والسمعه والتاريخ الماضي القديم. ده تاريخ قديم جدا من سنه 2015 في عرف الكوره. انت بتتكلم في 10 سنين، داخل 10 سنين اهو، يعني ماضي. ده ماضي وانتهى. حرام كده. فكر يا عم في مدير فني مصري واعمل مشروع لنفسك، اعمل مشروع لنفسك، كبر نفسك، طلع من عندك كوادر. هات حسام حسن يا راجل، اديله فرصه. انت عايز تروح تجيب الاجنبي يرجع امجاده على حسابنا وترجعه للاضواء والبطولات الافريقيه عشان يستعيد مستواه على حسابنا؟ طب ما تساعد يا عم حسام حسن يطلع هو ويبقى عنده روح كده وخوف على بلده، يخاف على بلده وعلى شعبه وعلى جمهوره، واديله فرصه يا عم، خليه يثق في نفسه كمدرب وطني ونقف وندعمه. يمكن يعمل حاجه يا سيدي. لو ما عملش حاجه بقى يا عم وقتها احنا نقفل بقنا خالص، وانت روح بقى اتصرف واعمل اللي انت عايزه. بس اقسم بالله هو اصلا قعدتكم انتوا في اتحاد الكوره ما ليها اي صنف اللازمه. المفروض ان انتوا تتوكلوا على الله، تقدموا استقالتكم بشرف ويبقى عندكم شويه نزاهه وتسيبوا اتحاد الكوره ده وتمشوا. بس هنعمل ايه؟ انا عارف ان انتوا مش هتمشوا، وانا قلتها الفيديو اللي قبل كده في بيان اتحاد الكوره ان انتوا مش هتمشوا. بس هاتوا مدرب وطني، وفروا على البلد، حسوا بأم البلد شويه، حسوا بالبلد، حسوا بظروفنا، وحسوا بالناس، وبطلوا تمشوا ورا الشهره ورا التاريخ اللي مصنوع من زمن قديم ده، وتمشوا ورا الناس وكلام الناس وهيرفي رينارد ومع مدرب اجنبي وبتاع وكلام من ده. يا عم ارحمونا بقى، ارحمونا. بس كده يا جماعه، دي مسيره هيرفي رينارد. قولوا لي كده في الكومنتات ايه رايكم في المسيره دي، وهل يستحق النهارده ان هو يدرب المنتخب الوطني، ولا الافضل انه يكون فيه مدير فني وطني؟ وانا من وجهه نظري انه يكون حسام حسن. سلام.